عضوية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لكل مصري. يعني كل إنسان مصري يمكن أن يكون عضوا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصري موافق على مبادئ الحزب. يعني ببساطة شديدة نحن نقول مصر مصرية، مصر دولة مدنية حديثة، مصر دولة قايمة على المواطنة، مصر قايمة على المساواة، مصر قايمة على دولة القانون. أي حد موافق على هذه المبادئ أهلا وسهلا بيه. لكن ما فيش واحد مثلا يقول لي مصر لا مش ممكن تبقى دولة مدنية، مصر لازم تكون دولة دينية. طبعا ما اعتقدش انه هيبقى له مكان في الحزب، لان دي مبدأ رئيسي للحزب، وهو مصر دولة مدنية حديثة قايمة على المواطنة والمساواة ودولة قانون، والشعب هو مصدر السلطات. يعني سلطات الحكومة لا تستمد الا من الشعب، وبالتالي الشعب يقدر يغيرها. لان بعض الناس اللي عاملك بتاع يقول لك لا مش الشعب، الله مصدر السيادة. ماشي، مصدر السيادة للكون كله هو الله، لكن الحكومة اللي محتاجة حد يحاسبها، واذا اجادت يجدد لها في الانتخابات، واذا اخطأت يسقطها في الانتخابات. يعني انت كحزب خدت فرصه تشكيل حكومه، نجحت، الناس هتكافئك تصوت لك. فشلت، الناس هتعاقبك تصوت لغيرك. فكده يبقى الشعب هو اللي بيتحكم في مصير هذه الحكومه، يقدر يخلعها وقت ما هو عايز ويقدر يجيبها وقت ما هو عايز. عشان كده في الدول الديمقراطيه تلاقي حكومه تطلع وحكومه تيجي بدالها، وممكن تيجي الحكومه اللي قبلها حسب رضا الشعب عنها وليس اي احد اخر.